مباراة المغرب ضد الغابون، موعد وتفاصيل المقابلة. تابعوا معنا الفيديو باش تكتشفوا كل ما يتعلق بهذه المقابلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة بويا لايف. قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا ولايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش ما يفوتكم حتى خبر، وخليكم معنا حتى الاخير لان عندنا تفاصيل مهمة اللي ما يمكنش تفوتوها. كيواجه المنتخب المغربي نظيره الغابوني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا اللي غتقام في المغرب ما بين 21 جانفي 2025 و 18 يناير 2026. من المرتقب ان المنتخب المغربي غيلعب ضد نظيره الغابوني يوم الجمعة 16 تنبير المقبل ابتداء من الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، حساب الجولة الأولى من تصفيات كان المغرب 2025. من المنتظر أن تقام المباراة أسود الأطلس أمام فهود الغابون على أرضية الملعب الكبير لمدينة أكادير أدرار. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على الطاقم التحكيمي اللي غيقود مباراة المغرب ضد الغابون برسم الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2025. عين الكاف الحكم الموريتاني دحان بدا لقيادة مباراة الأسود أمام الفهود بمساعدة الأنغولي جيرسيون إيميليانو دوس سانتوس والجيبوتي ليبان عبد الرزاق أحمد، فيما غيتولى الموريتاني موسى ديو مهام الحكم الرابع. كان هذا كل ما كيتعلق بمباراة المغرب ضد الغابون من تصفيات إفريقيا 2025 اللي غتقام في البلاد ديالنا إن شاء الله. هكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في قناة بويا لايف، فعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ديال الكرة المغربية. شكرا على المتابعة، تلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.